الفيديو ده للفنانين مش للعملاء خالص، او للناس اللي لسه هتبدأ شغل صلصال حراري. حبيت اوثق فيديو صغير كده، انا طبعا وثقته كتير قبل كده وهفضل كل ما افتكر هعمله. كان اول حاجة انا فكرت فيها وعملتها بدون اي مساعدة من حد. زمان اول ما بدأت انا محدش ساعدني، وزمان ما كانش فيه مساعدة من اي حد بصراحة. لو سألت سؤال بيرد على قد السؤال ومحدش بيجاوب تاني. انا حبيت اوثق الفيديو ده علشان الناس اللي لسه هتبدأ تعرف هتبدأ ازاي. لو في اي شكل انتوا مش عارفين تعملوه استخدموا الطريقة دي، طريقة الشف. لو بتعرفي ترسمي ارسميها عادي على طول. انا عن نفسي الاول كنت ببدأ بطريقة الشف. انا بعرف ارسم كويس جدا، بس انا بدأت طريقة الشف دي عشان مفيش تفصيلة صغيرة تضيع مني، وعملت بيه اشكال كتير جميله قوي هوريها لكم في اخر الفيديو. انا عملت ايه؟ في ناس جزاها الله كل خير كانوا حابين يفيدوا، قالوا لي على برامج اللي هي بتقفل الشاشه عشان الشاشه ما تفضلش تروح وتيجي وانا شغاله. انا ما بحبش البرنامج ده. انا بصوا استخدمت كل حاجه زمان وجربت كل حاجه. انا عن نفسي انا ما بحبش البرنامج ده. فكره ان الشاشه تتهز شمال ويمين، انا بحط قطعه صلصال تحت صباعي عشان الشاشه ما تتهزش، ودي حاجه ما بتضايقنيش خالص. كتر خيركم ان انتم بتوجهوني وبتقولوا لي على معلومه، وكمان المعلومه دي هتفيد ناس كتير قوي. في برنامج بيقفل الشاشه، عايزين تنزلوه تستخدموه اثناء الرسم ممكن تستخدموه، بس انا عن نفسي بحط قطعة صلصال على الشاشة وبلزق الورقة على الشاشة برضو وبشتغل عادي ومفيش اي حاجة بتتحرك مني زي ما واضح في الفيديو قدامكم، وبرسم بكل اريحية. كمان لقيت حد بيقولي استخدمي ورق الكلك او ورق الزبدة بتاع الطب. انا كل ده يا جماعة والله كنت بستخدمه زمان وانا مرتحتش غير على ورق الكراسة اللي قدامكم ده او ورق الاسكتش. بيعيش معانا، بلزقه بلزق شفاف، بلزقه من الوش والظهر وبشتغل عليه وبيعيش معايا سنين. يعني انا عندي رسومات من سنين. برضو ما عنديش اي مشكلة في اني استخدم ورق كلك او ورق زبدة. انتوا حابين تستخدموا ورق كلك او ورق زبدة، هو بيدي شفافية اكتر للقطعة، بس انا في الحالتين القطعة باينة او الشاشة الرسومات بتاعتها باينة جدا قدامي، فما كنتش محتاجة اني انا استخدم ورق شفاف. ودي الاشكال اللي انا عملتها من خلال الشف على الورق. طبعا كان في تفاصيل كتير في الحاجات دي باضافة الشف، فاحنا بنقدر نعملها، بس احنا بنحدد لنفسنا الشكل اللي احنا عاوزينه ومن خلاله بنمشي عليه، بنبدأ ننحت وبنبدأ نحفر وبنبدأ نعمل اللي احنا عاوزينه. وفي النهاية حابة اقول استخدمي الورق اللي ترتاحي عليه واللي شايفاه مناسب ليكي. استخدمي الابليكيشن اللي ترتاحي عليه، او لو مش عايزة تستخدمي ابليكيشن خلاص ما تستخدميش. فكل واحد يختار الحاجة اللي هو عاوزها، ومستنياكم بقى تقولوا لي رأيكم لان رأيكم مهم جدا بالنسبة لي. وبس كده.